مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده ونات تي في. دايما في نات تي في بنجيب الاخبار العالميه اللي حدثت خلال الاسبوع، نحرص ان هي تكون اخبار لطيفه وخفيفه بس في نفس الوقت تكون اخبار ثقافيه فنيه رياضيه، واذا كمان كان عندنا اخبار عن الاثار في مصر او مختلف انحاء العالم بنحاول نجيبها لكم. نبدا مشاهدينا اول فيديو معانا، واول فيديو تحت عنوان ملايين من السلطعون الاحمر تغزو جزيره استراليه. جزيرة كريسمس الأسترالية شهدت هجرة جماعية لملايين من السلطعون الأحمر. مفروض أن الملايين السلطعون دي بتخرج من الغابات بتتوجه للمحيط الهندي علشان تتكاثر هناك وتضع بيضها. طيب قوافل السلطعون دي بتغزو مش بس زي ما احنا قلنا الجزيرة كلها، لا دي بتغزو كمان الطرق، بتغزو الشواطئ وهي رايحة للمحيط الهندي. الذكور بتؤدي الموجة الأولى من الهجرة وبتنضم بعد كده ليها الإناث في رحلة بتستغرق من حوالي 5 ل7 أيام. السلطات المحلية على فكرة بتغلق كل الطرقات أثناء هذه الهجرة اللي بيعبروها السلطعون الأحمر أمام السائقين لفترة قصيرة. تعالوا نشوف الفيديو مشاهدينا ونرجع لكم مرة تانية. الفيديو الجاي مشاهدينا تحت عنوان شاهد الإمارات تحطم رقما قياسيا بأكبر نافورة في العالم. بأضواء متعددة الألوان ومضخات قوية بتدفع المياه عاليا في السماء، سجلت أحدث منطقة جذب في الإمارات رقما قياسيا كأكبر نافورة في العالم. كشفت الإمارات النقاب عن نافورة النخلة الواقعة في بوينت بمنطقة نخلة الجميرة الواجهة البحرية لدبي في فعالية جرى بثها مباشرة حول العالم. وقالت انه النافوره بتقع على مساحه 1300 متر مربع من ميه البحر، واضافت كمان انها بتحتوي على 128 مضخه فائقه القدره بتدفع الميه لارتفاع 105 متر. ودخلت بكده نافوره النخله موسوعه جينيس للارقام القياسيه. وعلى فكره النافوره دي هي النافوره الوحيده المتعدده الالوان في دبي، ومزينه باكثر من 3000 من مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، ومزوده كمان بادوات للتحكم في درجه اللون والبريق. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع مشاهدين. It goes up to 105 meters up in the sky. When it launches, you're out. شاهد تجربة ناجحة تحاكي الهبوط على سطح القمر. نجحت أحدى الشركات في اختبار صاروخ نيو شيبرد، وهو عبارة عن مركبة فضائية مزودة بتكنولوجيا الهبوط على سطح القمر. من المقرر استخدام المركبة دي في نقل السائحين للفضاء.
وتمكنت الكبسولة الدفع الرئيسية نيو شيبرد من تجاوز سرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال أقل من دقيقتين ونص، وصلت فيها إلى ارتفاع 106 كيلومترات، ثم هبطت عموديا على المنصة باستخدام محركات عكسية. وأتمت عملية الهبوط بدقة متناهية رغم أنها محاولة بوزن يوازي الوزن المقترح للصاروخ أثناء هبوطه في المستقبل. تعالوا نشوف الفيديو مشاهدينا ونرجع مرة تانية. الفيديو الجاي مشاهدينا تحت عنوان السعودي محسن خلف يدخل موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم. دخل لاعب المنتخب السعودي ونادي أحد لكرة السلة محسن خلف موسوعة جينيس الأرقام القياسية بعد ما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم عنده 51 سنة يشارك في مباريات رسمية. بدأ محسن سيرته مع نادي أحد سنة 1979، حصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي الخليجي العربي الأسيوي، وساهم في تحقيق 15 بطولة للدوري الممتاز و14 بطولة كاس و3 بطولات نخبة و4 بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015. وايضا على المستوى الفردي حصد محسن لقب افضل لاعب سعودي 6 مرات، ونال وسام الاتحاد الاسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كاكبر واقدم لاعب مشارك في كاس الخليج سنة 2013، وتم كمان تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته. الحقيقة بطولات عديدة وعديدة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني مشاهدين. مشاهدينا دلوقتي الفيديو اللي هنشوفه مع بعض تحت عنوان شارع هاري بوتر السري داخل غرفة أو خزانة ملابسي. تلقت طفلة بريطانية اسمها إيلا مفاجأة عظيمة في عيد ميلادها السادس. ايه اللي حصل بقى؟ اكتشفت شارع سري جوه خزانة الملابس بتاعتها في أوضتها، بيحاكي الشارع ده شارع هاري بوتر. والدها ديلان قعد شهور بيبني في زقاق دياغون في منزلهم. ظهر الشارع ده في فيلم هاري بوتر كمكان لتسوق السحرة، وبيقول والد الطفلة ان الغرفة دي كانت فارغة ومش مستغلة خالص، دلوقتي اصبحت اهم غرفة في المنزل. مش بس كده، اهي اتشهرت على مستوى العالم. تعالوا نشوف مع بعض. And this is my Harry Potter street. Follow me. This is Ollivander's. It was a room that was a nothing room. You know, we never went in it. We just ran through it, and now it's actually the best room in the house, I'd say. So here is the secret map.
وهو الكشف المثير عن القمر اللي أعلنته ناسا. انشغل العالم وخاصة المهتمون بعالم الفضاء بالاكتشاف المثير اللي أعلنته وكالة ناسا للفضاء لما أعلنت والأول مرة عن وجود مية على سطح القمر، مما يعني أنه من الممكن الوصول للمية على سطح القمر المضاء بالشمس وليس على وجهه المظلم بس. فطبعا ده كان الاعتقاد السابق أنه المية موجودة في الجزء المعتم فقط مش الجزء المضاء بالشمس. والحقيقة البحث ده قال ان الاكتشاف بيعني ان المهمات المستقبلية للقمر ممكن اطالة امدها من خلال الاستفادة من المية على سطح القمر. كمان بنقول انه رواد الفضاء ممكن يستخدموا المورد الطبيعي ده اللي ربما وصل عبر المذنبات او الرياح الشمسية وتحويل الاكسجين أو مية شرب للحفاظ على مستعمرة مستقبلية. وبيقولوا العلماء كمان إنه ممكن استخدام المية دي في صنع وقود الصواريخ وخفض تكلفة المهمة بتاعة السفر عبر الكواكب باستخدام المية الموجودة أصلا على سطح القمر. وقال مدير قسم الفيزياء الفلكية كمان في واشنطن، قال هناك مؤشرات إلى أن المية المألوفة اللي احنا نعرفها ممكن تكون موجودة على الجانب المضاء بنور الشمس من القمر، والآن احنا طبعا نعرف كويس قوي أنه موجود. يتحدى الاكتشاف ده، بيقول أن الاكتشاف فهمنا أنه سطح القمر عليه مية في الجانب المضيء منه زي ما قلنا. طب ما تيجوا نشوف الفيديو ونرجع مشاهدينا مرة تانية. Enough water on the moon to create a lunar base and support humans living there. We already knew that there was water ice hidden on the moon's desert-like surface, but now the thinking is these pockets of water, some no bigger than a penny, could be much more common and accessible than we previously thought. Tens of billions of potential ice reservoirs on the moon, and so this expands greatly the potential reservoirs of water that could be accessed for both scientific and exploration purposes. Scientists say that one day humans could be drinking this water, using it to grow food, or splitting its molecules to make rocket fuel to help us travel deeper into space. The moon is a lot smaller than here on Earth, the gravity is a lot less, so it's actually more economical for us to launch missions from the surface of the moon than it would be from Earth. And this could be happening before the end of the century. But what does the surface of the moon look like right now? Mountains, valleys, dormant volcanoes and plains of solidified lava. You can't step on the moon without treading on a crater. That's because it's constantly being bombarded by things like asteroids and meteoroids and comets, and they've been hitting the moon for billions of years. And because the moon has no atmosphere, once a mark is made, almost nothing can remove it. And then let's not forget about all the things humans have left behind over the years. We are explorers. We're looking to go live on the moon and do a lot of science there that we couldn't achieve on the shorter missions of, say, the Apollo era, and then hopefully use the moon as a launch pad to take us onwards deeper into the solar system to, say, Mars. الفيديو اللي جاي مشاهدينا تحت عنوان أول بطولة لسلسلة جيمس بوند، هذه أبرز المحطات في حياة شون كونري. توفى الممثل الشهير شون كونري اللي لعب دور العميل 7 في أول فيلم جيمس بوند بعنوان دكتور نو في عام 1962 عن عمر يناهز 90 عام. بالنسبة لكتير قوي كان شون كونري هو جيمس بوند الحقيقي، الجذاب صاحب القلب البارد، الجاسوس اللي حمل الرقم 7، وكان التجسيد المثالي لشخصيات عمالقة الجاسوسية في مرحلة الحرب الباردة. ولد توماس شون كونري في اسكتلندا في 25 أغسطس سنة 1930، وهو ابن عامل مصنع وعاملة نظافة منزلية. وفي عام 1957 حصل على أول دور بطولة له في مسلسل نقود الدم. نال الراحل شون كونري كمان جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم بعيدا عن اللمس سنة 1988، واللي اشترك معاه في البطولة كيفن كوستنر وروبرت دينيرو. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع مشاهدينا. Mr. Bond. James Bond. Sean Connery was the first to utter that now famous line.
and turned the name James Bond into a worldwide phenomenon. A proud Scot, Connery was born in 1930 in Edinburgh. He dropped out of school at age 13 and joined the British Royal Navy in 1947, but was discharged due to medical issues. He found work as an artist model and bodybuilder and appeared in the musical South Pacific. I was in South Pacific at the Druid Lane Theatre in London. Yeah, that was like in the chorus, and I never seriously considered being an actor. It was 2 hours of an evening, and I had a terrific time. But an actor is exactly what he became. Connery stayed busy during the 1950s, landing roles in television and film. In 1961, he met producer Albert Cubby Broccoli, who was looking for a leading man to play a secret agent in an upcoming spy film, Dr. No. Moneypenny. The role of the mysterious, handsome, smooth-talking James Bond turned Sean Connery from actor to genuine movie star, delivering famous one-liners that would become one of 007's signature traits. Aren't you in the wrong room, Mr. Bond? Not from where I'm standing. Connery would make 7 Bond films in his career, the last being 1983's Never Say Never Again. In 1992, he explained his reasons for leaving the franchise. Movies, The Untouchables was a signature film for Connery. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. His role as a hardened Chicago police officer earned him an Oscar in 1988. And soon after, at the age of 58, Connery's career saw a resurgence. It's a new experience for me. Indiana Jones and The Last Crusade put him back in the action genre, and roles in The Hunt for Red October, The Rock, and Entrapment followed. Along with recognition for his lifetime achievements, President Clinton honored him in 1999 at the Kennedy Center. He was knighted by Queen Elizabeth the following year. Connery mostly kept a low profile after that. He supported Scottish independence and starred in one last film in 2003, The League of Extraordinary Gentlemen, a fitting title to cap off this extraordinary gentleman's stellar career. I suppose there's a fantasy in most people, nearly everybody, and the chance to go there has always been, to me, a fascinating journey. باليابان عيد الهالوين ينتقل للعالم الافتراضي بظل جائحة كورونا. طبعا اليابان زيها زي أي دولة في العالم أغلقت كل المعالم الشهيرة بتاعتها نظرا لكوفيد 19. في عيد الهالوين بقى عملت إيه؟ مكاتب السياحة عملت حاجة جديدة مبتكرة، قالت إن هي تحتفل بس عن طريق العالم الافتراضي أكتر. طيب إزاي؟ بدائل مثلا انه صور مرعبة ورمزية للاشخاص، ممكن يكون في عروض حية بس يحافظوا على التباعد الاجتماعي بشكل كبير جدا والتقليل من التجمعات بشكل كبير جدا. طب ما تيجوا نشوف بقى هم عملوا ايه، بس نشوفوا في الفيديو. الفيديو اللي جاي تحت عنوان عراقيون مسلمون يعيدون الحياة بكنيسة مارتوما لتشجيع عودة المسيحيين. أعاد شباب مسلمين في العراق الحياة بكنيسة مارتوما لتشجيع عودة المسيحيين مرة تانية لمنازلهم في حملة اسمها تعافي.
أقيمت من قبل شباب متطوع في منظمة سواعد الموصلية لتنظيف الكنيسة من الأنقاض اللي خلفتها قصف أو خلفها قصف تنظيم داعش على المنطقة. وقال الأب المسؤول عن هذه الكنيسة إن الشباب الحقيقة كانوا يد العون بشكل كبير جدا في كل عمل خدمي وإنساني بيقدم في هذه المدينة، مدينة الموصل. تعالوا نشوف مع بعض ونرجع مشاهدين. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية فيديوهاتنا النهاردة في نت تي في. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل في نفس الميعاد ونت تي في.